السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى لقيت نفسي مكسلة جدا، مش قادرة اعمل اي حاجة. طيب واللي عايزين يتغدوا دول هعمل فيهم ايه؟ قمت بقى دخلت المطبخ وفكرت كده في أكلة سريعة ما خدتش مني أي وقت، طعمها رهيب. عملت بقى ديك بلدي محمر ورز بالشعرية وكمان سبانخ بطريقة مميزة ومختلفة، هتنقل الطعم في حتة تانية خالص. قبل ما نبدأ دوسوا بقى اشتراك للقناة وصفحة الفيسبوك، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الأكلة دي ازاي. أول حاجة هنبدأ بقى نسوي الديك، عايزين طبعا نسويه بطريقة بقى تخلي طعمه حلو كده، وكمان الشوربة بتاعته نقية وطعمها لذيذ. هنزل بزيت وسمنة، بعد ما يسخنوا هنزل بقى بعد كده بالديك. هشوح الديك على كذا اتجاه، تشويحة كده بسيطة، نقلبه. بعد كده بقى هنزل بالبوكيه جارنيه بتاعي اللي هو عبارة عن بصل وطماطم، لو كان متاح جزر كنت حطيت بس مفيش جزر. بعد كده هشوح بقى الديك مع البصل والطماطم، بيدي طعم جميل جدا التشويح لأي نوع من أنواع الطيور عموما يعني، وحتى اللحمة كمان. بعد كده بقى هنزل بالمية وورق لورا، فلفل أسود، هيل مطحون، كبابة صيني مطحونة، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من السكر، مرقة بودر لو متاح. طبعا أنا مش هحط ملح غير لما الديك يستوي، وهسيبه بقى يستوي ونشوف بعد كده هنعمل ايه تاني. نجهز بقى بعد كده السبانخ. عندي في حلة على النار هنزل بزيت وسمنة، بعد بقى ما يسخنوا كده هنزل ببصلاية صغيرة متقطعة صغير واشوحها. هنزل بعد كده بقى بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، نشوح بقى الثوم كده مع البصل. بعد ما يتشوحوا هنزل ب3 معالق كبار من فريك الذرة. الفريك ده طبعا أنا غسلاه كويس جدا ومصفياه، هشوحه كويس بقى مع البصل مع الثوم. وبعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من الكزبرة، بتدي ريحة جميلة جدا لما تتشوح كده الكزبرة معاهم. بعد كده بقى هنزل بالسبانخ. السبانخ عندي متفرزة طبعا مع الخضرة بتاعتها وكل حاجة، هسيبها بقى لمدة 10 دقايق على نار هادية كده. حتى لو مش متفرزة أنا بعمل نفس الخطوة، بتدي طعم جميل جدا للسبانخ. بعد كده بقى هنزل بالطماطم وأقلب بقى كله كده مع بعضه. هنزل بقى بعد كده بكزبرة ونص معلقة صغيرة من السكر، ملح، بابريكا، وأقلب بقى كله كده. واخر حاجة بقى هنزل بيها الشوربة. بعد كده بقى هغطي عليها واسيبها على نار متوسطة لحد ما تستوي. طبعا ممكن لو احتاجت شوربة تاني هديها. نشوف بقى الديك اخباره ايه. خلاص ما شاء الله استوى، بدأت حتى اللحمة بتاعت الدبوس ترجع كده لورا. هننزل بقى بعد كده بالملح ونسيبه دقيقتين، وبعد كده نشيله ونحطه على صينية. هنجهز بقى بعد كده صوص عشان نحطه كده على الديك قبل ما ندخله للشواية عشان يتحمر. أول حاجة عندي معلقتين كبار من الصلصة، معلقة صغيرة من السكر عشان الحموضة، وكمان معلقة صغيرة من الملح، عصير نص ليمونية، بصل بودر، توم بودر، وآخر حاجة هنزل بيها الزيت. نقلب بقى كله كده مع بعضه، ولو حسينا انه محتاج بس ميه بسيط نزود له. هنا كان محتاج ميه، هنزل بميه بسيط جدا، حوالي معلقه او 2 بالزياده قوي يعني، واقلب بقى. بعد كده هجيب بقى الديك وبالفرشه همشي على الديك كله. الصلصة دي أو الصوص ده حاجة كده تحفة، بيخلي طعم أي حاجة طعمها جميل جدا، كمان ينفع للشوي كمان حاجة يعني، والله طعمه جميل جدا. همسح بقى أي حاجة كده في الأرضية بتاعت الصينية عشان ما تتحرقش، وهاخد بقى الديك عشان أشويه في الشواية. طبعا هقلبه على كذا اتجاه، كل شوية أقلبه.
خلصنا بقى الأكل بتاعنا اهو، ما أخدناش أي وقت، وعملنا كمان جنبه رز محمر بالشعرية. كلهم بقى قاعدين مستنيين وأنا بصور، وريحة الأكل تجنن وطعمه رائع. اعملوا بقى أكلتنا النهاردة هتعجبكم إن شاء الله، وكمان جربوا الصوص اللي عملناه على الفراخ، وكمان طريقتي في السبانخ. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم. وكمان ما تنسوش صفحة الفيسبوك بنفس الاسم، ولايك وشير، والسلام عليكم.